ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. خدای تعالى وهاد بيجي ودا السر رسول خوا تشتاكو و گراندی السر رسول خوا جمال وا يعني جمال في قبيلة يهودية اش قبيلة بني نضيرة او مال جوا و داي و گراندن سر پیغمبر عليه الصلاة والسلام. فما أوجفتم عليه هوا ندايا بازدان ندايا لسكرن عجلة كرن السروة من خيل ولا ركاب. هوا هسط خوا و دوه خوا يكوه الواسوار دبن هوا السروة دا ندايا بازدان يعني هوا تعبو أزياد عليه راجعي بالماء نبكي بله هوا السروي مالي او مالكو السر پیغمبر علیه الصلاة والسلام هاتی زبراندن جرا هاتی داین هوا السروی ته حصفو دوا هوا ندانه بازاندن يعني هوا جبونا تحصيل كرنا وي مالي هوا ته ازياد و تتعب نديت يا بالراحتي او مال كتيا بالدست هوا ده اجبروي قاسي حق هوا تنكو كوين دعوة تقسيم بكن ودعوة وي مالي بكن. بله ولكن الله بله ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء. لبله خدای تعالى محمد مسلط كريا السروة يعني بواسطة پیغمبر عليه الصلاة والسلام او مال جواها تيا دست خستن و زمان خدای تعالی خود خوازه رسول خوش مسلط که السروا کسی کو سروا نیاری کو خود خوازه مال و دست رسول الله والله على كل شيء قدير. خدای تعالی قدرت او سر هر چی هيا نه لازم جبونا دست خستنا تشتي کو الا بحربا ويا بتعب و اذیت جوار دست خسته. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى إجا أو مالكو كت دست پیغمبر دا بيتعبو أزيات بصلحه درباس دست پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي. يعني أساسا أفاء معنى رده يعني خطلها بقر رجع. ما أفاء الله على رسوله تشتاكو خده وقران دي لسر الرسول خواه وگران يجي من أهل القرى جمال ومشرك أهل وقندا أو شكيرا فلله وللرسول أو جبو خدا ورسول بيا أف بايك يعني صار كرنج بنا مصلحة المسلمانة ولذي القربى جبو قرار أقرباء البيغمبر عليه الصلاة والسلام بنو هاشم وبني مطلب مؤمنه واليتامى ابنكو بباب يتيما والمساكين ابنكو فقيرا وابن السبيل ابنكو ريوينات ومسافرتيا قد احتياجيا وهيا اف مال هنيكي جواريا اف مالتي داين جوارجي كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم جبونا اف مال نبي ملك كو هر ورد بين دست زنجينا تنيدا نش زنجينا تنيرابي نش باي يعني تداول يعني او الداوي او بيرا تجارتك يعني زنجينا ناقي فقيرة او ساتشينا ميرسي ويا زحترش بركو اف بحثا مالكو بغنيمية يعني اغنياء او غزاة او انكو بوا حربه ام بجن بوا غنيمة زنجين بين ذاتا مالي و او بشكل جديد الذكرية او مال غنيمة شخوا تفقات يا مقاتلة تفقات نغزات وفاي نكو غازينة وجا او فيئة او هناك شفقيرة رأيه وما يعني رسولي وخده وما ذوي القربى ومسكين وفقيرة باناي بركة ستة. وما آتاكم الرسول فخذوه اشتا پیغمبر خدا داوا جوار گوت بگرن وما نهاكم عنه
تشتاكو منع وجرتنا ويكر فانتهوا بيجي منع بكم خاش دور بكن واتقوا الله تقوى يا خدا بكن إن الله شديد العقاب أو يكون مخالفة أمر خدا ونهي خدا دكي خدا جوارا شديد العقاب عذاب شدة ليها وما أفاء الله على رسوله اشتاكو خدا وقران دي رد كريل سر بيخنبر إخوة يعني جعله له فيئا وخدا جير اخستيا في خاصة على خصوصي ده بيخنبر عليه الصلاة والسلام وحق كسك دي تدا تنع اف مالك واشترف بنو نظيره سر بيخنبر هاتي رد كرن افجار عودة جبونا شخص بيخنبر عليه الصلاة والسلام خويا فايدا اف آیات همه که هاتیا یعنی نسخ کردن که جبونا واید بیواره تقسیم کردن تخمينا أنفال لوجه يعني في بعشا في دو درجة ذكر تقسيمها في لبان كونا لفراد بيجي دو درجة يعني بيوي لا نفايدا وفيجي وخاص بك أو تشتاكو وردوينش بخنبر راجي پیغمبری به جال سر واو تقسیم بکنه. اشوانا اکبارا پیغمبر علیه الصلاة والسلام لگوری مذهب امام شافعی که امام رایه، خلیفه رایه، امام جامعه رایه، مأذن رایه. اوه بیشه سید اوه بیشه بله. والإيجاف من الوجيف فما أوجفتم أوجف وجيفة هو السير السريع أصل هذا وجيف جوي الرياء السريع رتيقول جوي مشى لازر رتيقولن جا يعني البيدر ده فما أوجفتم عليه يعني هوا لز نكر يالسروا وكهوا باز ندايا السروا بشكل في معنى ومنه قوله عليه الصلاة والسلام عين جبه معنوية في الإفاضة من عرفات ود داگراندنا عرفه بال مزدلفه و حرکاندنا بال مزدلفه پیغمبر گوتیا ليس البر بإيجاف الخيل ولا إيضاع الإبل و أوا آل حركينا و تذهب را عجله كرنا پیغمبر گوتیا خير نب ببازدانا هسپا و بازدانا هسپا و بعجله كرنا دوا عجله كرنا دواها على هينتكم يعني السار مهلات خابن السار الراحت خابن مهلات بكم عجله ولازم يعني هدي تاني بل ومعناه فما اوجفتم عليه بل يعني عليه يعني على تحصيله اي فما اوجفتم على تحصيله بل وتغنمه او ندايا باسكرن السر تحصيل كرنا ويمالي وغنيمت قرتنا ويمالي هوا ندايا عجله كرن يعني بازدان خيلا ولا ركالا وندايا بازاندن نوصا بازاندن ولا تعبتم في القتال عليه القتال السروي مالي دجي بالنتعبنا يعني هوا قتالك مظن ولا نكريا وإنما مشيتم إليه على أرجلكم بين بيخوا وكا يعني بتعب وأزيات شونا هوا دورة ومحاصرة كريا دورة وبراحتي هوا بهبرة صلح كريا هوا تأزيات وتعب السر ندي والمعنى خلاصة أن ما خول الله رسوله تشتركوا خدا داي رسول إخوة من أموال بني النضير شيء مالك ولنا لم تحصلوه بالقتال والغلبة خدا تعالى مؤمنة ورد بجي هو نب قتال وبظفر هو تحصيل كريا هو بدس قسطيا ولكن سلطه الله عليهم خدا في خنبر خام مسلط السروار كريا ترصوي خسيا قلب واضح حتى يكون أوجي تسليم بنا وبالصلحين مال إخوة تسليم كرنا خدا في خنبر خام مسلط السروار كريا وعلى ما في أيديهم كما كان يسلط رسوله على أعدائه المياد آيات ده أذهبي ولكن الله يسلط له على آيات ده جبية طرباسكو مقوى بيجم نسام دنيا كلام كذب من كنت آيات ده يدقو
ولا ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. يعني بحث پیغمبر عليه الصلاة والسلام رجاء آيات ده بحث رسوله دكي عملوه داره ده دمك اف مقدره يعني خدا پیغمبر مسلط السر وكيل يعني صادقه هذه عايده پیغمبر عليه الصلاة والسلام تنيننا خدا آراء السلام رسولهم مسلط السر خلقي كرد. فالأمر فيه ما دمكو بالتصدق پیغمبر اول هات یا دست خستن نبقي قال هوا تعب ازيات هوا ناخذ فالامر فيه دوي مال ده مفوض اليه حوالي پیغمبر فكرن يضعه وي مالي خرج بك حيث يشاء جهكو بخوزي كيف قال يعني انه لا يقسم يعني مال فيئن هاي تقسيم كرن قسمة الغنائم وقت تقسيم غنيمة التي قتل عليها او غنيمة بقتال هاتيا دست خستن قتال سر هاتيا كرن و اخذت عنوة وقهرا بالتعب و ازياد و زور و مشقت هاتيا گرتن او تقسيم كرن سر مجاهده او خواه و پایا خواه و حساب بلينا بوی شکلی او نوع تقسیم و ذلك جبو چه خدا اف جمرة تفصيل كريا أنهم طلبوا صلى الله عليه وسلم كما أظنات تننا أنهم طلبوا القسمة لو مسلمان دمك طلبوا تقسيم كرنا جوي مال فيئة هدي فنزلت آية نازل به وحق هوا تبيدتنا أف دست پیغمبر ده شو خرج بك كيف أخوة لم يدخل العاطف على هذه الجملة وما أفاء الله على رسوله وفايدة في صد بيجن ما أفاء الله على رسوله اللي داري حرف عطفه يسوي جملتنا لأنه بيان الأولى لو رأى جملة ثانية بيانا وجملة عود بك فهي أف جملة ثانية منها بالنسبة بالأولى غير أجنبية عنها شيء لا أجنبية حتى بالتفصيل وبالبيان يعني كاوي پیغمبر بدكي اجبر في بوينا لرسول الله جبه آيات ددوا جملة ددوا أفات يا بيان كرش پیغمبر عليه الصلاة والسلام ما يصنع بما أفاء الله عليه يعني أو جهة تقسيم كينا يعني أبتشتاكو خدارات كريم سر پیغمبر كاوي تشجه بكي وأمره أن يضعه أمر پیغمبر عليه الصلاة والسلام خدا كريا ووي مالي وضع بكي بدأ حيث يضع الخمسة من الغنائم يعني وجهه وبيغمبر عليه الصلاة والسلام في 4 قسم جغوزات هربين قسم بينجا بجا نود دافا بينج حبه هنيكي يدي اف فيئة هنيكي جي او ديركت داين جوا بينج حبارة يضع الخمسة من الغنائم مقسوما على الأقسام الخمسة يعني تقسيم كرن السرفا بينج حبه وخمسة غنيمة سيدا فاركي جي غنيمة سيدا فاركي جي دبا بينج يا إجا إيه أبي في تماميلا بينج يا إجا إيه غنيمة جي تمامي فاركي جي إيه غنيمة أوان جي باريوان بليد كرينة يالنس فاركي جي هذا ذيك فايتي داين جوارا اغب غنيمة جوار وان بارا باركي جوير شوان راتي داين يا هو فقير ومسكين هذا بلد والدولة كي لا يكون الدولة من الأغنياء دولة بالفتح والضم وقد قرئ بهما بهر وجه هات يخوندن الدولة ودولة شيء ما يدور للإنسان يدور معنى الشيء دولة أي يدور من الجد يعني أوي كنت انتقال كران تي داين جوي دست كبه دست دي وي شكلي داگر بال نسله و جويرة تقولن دولة يعني ما يدور من الجد يعني مالي نخل دباج بتشوي أبيه يعني او من الجدي يعني آتای مرم جباب و کار مرم دوران اتکه بال مرم و نفسه
بله بله بله. تمام. يقال دالت له دولة، يعني أو دولة جرى ناقل دوكا دور يعني جوي دربا سويدي جوي دربا سويدي وأديل لفلانا أظهر بوجي بمعنى دتين استعمال. نقول ومعنى قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، بل كي لا يكون يعني أو فعل يكون الرجع بالشبايا ودولة معنوي بيتش كي لا يكون الفيء ده أو فيء الذي حقه أن يعطى الفقراء أو فيء حق وردويش فقراء لجا حق وردويش ليكون لهم بغة دجوار ببه معيشة دجوار ببه جتشم ويعيشون ولا بقي هاشتنكي يعني بس هرميانكي هاشتنكي بله وكوبي معيشة يعني بلغة معنى كفاية جتا يترلك بله كفاية بله أو جفاشا الفيء حق فقير يجبون في معيشته بدن بردوام كرن هذا الفيء هنيك النبي جدا بين الأغنياء ده نبي رزق بين أغنياء ده ويتكاثرون به وخبي ما له خبي بربك يعني خبي وصف دون تكاثر أموال أو كي لا يكون دولة جاهلية بينهم يعني نخوان نبي دولتك جاهلي يعني وكا نبي أنبيجن نافدانك جاهلي بنوفين وادا يعني كوشي رئيس دقرن إذنكا فقيرات فقيرات تشتي نامينه إجا أو نافدانا جاهلية ومعنى دولة الجاهلية بشكل أن الرؤساء منهم كانوا يستأثرون بالغنيمة أو دزدان يلسر غنيمة دبينا خوي غنيمة يعني أو غنيمة شخورة حسب ذكرن لأنهم أهل الرياسة والدولة والغلبة شمكو مازن ويخوي دولته خوي زفارة أو دهاتن وكانوا يقولون دبوتا من خمتك كشتن خلخير هي مال جمارة بلا جمارة بله من عزا كسك عزيز بمازن به بزا أو بقري أو شخورة بسطي والمعنى يعني وقتك أن معنى الدولة أي لا يكون أخذه ذكرتنا ويمون نبي غلبة نبي صافا وأثرة نبي بأنبيجن مولي خاص جوارة وأثرة جاهلية ومنه بيساج يعني جبه معناه قول الحسن اتخذوا عباد الله خولا عباد خداش مرة قسم العبد يعني أوشخور الشغل عندن تعبوا عزيات السر كشتوا ومال الله دولا أو مال خداجي كي جه بدن وقف أو مال جي شخورة سيدا تغلبة وأسرة تشا معناه كده وأسرة يعني خواتني خاصة بيه يعني شكرا كرنا وكي خوبي اختيار كرنا يعني ندانه كسي بنجيل يعني وصادجا خودش مش راست يعني شخواتني بله يما بله يريد مقصد حسن من غلب منهم أخذه بله يعني كير بالنوع وادا مظلوم يا أوي ويا ذكوريا كي ذكر واستأثر به أو ب يعني خويد بيا أو جوي تنيرا وقيل الدولة ما يتداول بجا نابلي يعني حتى بيقام ما تقول أو نقل كرن بجا بجار الدولة هاتيا قلت ما يتداول يعني بجا نوفي وي مالي بخويا نب مصدر كي نوفي مالي بخويا الغرفة اسمه ما يخترفه شو غرفة نوفي و امبيجن و تشتهاتي تشان كرن و تشتهاتي كل كرن يعني نوفي ويا او تشتكو كتي بالدست انسان ده كل ما قال بندوي
البيد دولت جي كي نه معنى تداولا معنى ما يتداول تشتاكو بيت تداول شد يعني او مول خويا يعني كي لا يكون الفيء شيئا نمالك ولا بيت كو يتداوله الأغنياء بينهم كو أغنياء ومالي دنا بين خدا استعمال بكن بدن بينا ويتعاورونه بدن هات أو بدوي فلا يصيب الفقراء سر فقيري در درواز بدن تشتي حسابي فقيرة ناكل فقير جمع بلي والدولة تجي بالفتح بمعنى التداول أو معنى التداول أي كي لا يكون بجمع معنى تداول معلومة أي كي لا يكون ذات تداول بينهم يعني أو مال تبي خوي تداول شنكو في مال تداول شيء ويا أو كي لا يكون إمساكه ويا أمي الويد مضاف كي مقدر بكن يعني مقصد نا أو مال مقصد قرتنا وي مال النبي تداولنا بينهم سيدا يتعاورون شو معنى ده؟ بأمانة أو تدوي يعني نوبة لشاء ولا سورة كي وكاكو هن خيرا خنادن أو خيرا خد زنجنا أو دوي يفكر جا محروم يعني وكا بالتركيز اسمار لمق يعني وصا هذه لشمك بدن أو بدوي أو بدوي أما طيب يعني مشاركة تدها يا تمام سورة كي من أو الدوي يعني وصا أي كي لا يكون ذات تداول بينهم أو كي لا يكون إمساكه تداولا بينهم يعني بالبدر تفسيره كذا أو ضياع وده تداول ده أمي زال وده مقدر بكن شمك أو مال خوي تداولها ويا أمي يكون ده في شاف علي ده أمي مضاف مقدر بكن يعني كي لا يكون إمساكه في وقت التداول صار معناه خادمينه بجاهدي إمساكه ومال النبي تداولنا بينهم يعني معناه لا يخرجونه إلى الفقراء بل وقرئ دولة بالرفع على كانت تامة أم وقت كان بخن تامة دولة بخن فعله كقوله تعالى وإن كان ذو عسرة يعني كوبا البدر الناقصة تامة البدر تجي كده تامة وقت معنى بشكل شبه كي لا تقع دولة جاهلية أو عند عادات الجاهلية أو نوع الجاهلية شيء ولينقطع أثرها يعني يجبونا بقصي أمال مش فقيرة رأيها أو كي لا يكون تداول له بينهم لأن أم الودر أم متعلقتي يوجد شو الود مقدر به كي لا يكون تداول له بينهم تداول ومردنا بين وضع أو كي لا يكون شيء متعاور بينهم لأن فبجاء جوي تداول أم موصوف كي مقدر كي شيء تشتك كو دنا بين وضع متعاور دنا بين وضع أم بيجن تي داين ستاندن ده شيء بين وضع غير مخرج إلى الفقراء نوع در اختبار الفقراء والصادجة أنه بين وضع دتشيلتي ده أبا هنك النبي وما آتاكم الرسول من قسمة غنيمة أو فيئان بجاو يدي عام شيء غنيمة شيء فيء بجوة تقسيمه فخذوه تشتاكوا خضر شوارع حلال كبير هويز ليه سر بس بقرن وما نهاكم عن أخذه منها تشتاكوا خدا جات شيء غنيمة شيء فيء خدا منع هوا بكي بجري نكارن جي بقرن بل فانتهوا عنه ولا تتبعه أنفسكم بلا نفسه الطينشي واتقوا الله أن تخالفوه مخالفة أمر خدانك وتهاوي بأوامر خدا ونهي خدا يعني تشوف خدا حقيق بتشوف نبي إن الله شديد العقاب لمن خالف رسوله ما دام أمر پیغمبر ابدای هوا مخالفت امروی به سبب دانا عقاب شد جوال اجودو یا باش او ان يكون عاما يعني وما آتاكم الرسول الند حق فيئتنا ده عام ده في كل ما آتى رسول الله ونهى عنه بلا تشبه
امر و نهی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وقت کو یک یعنی لازمه مول پای هره وقت کو نهی ایجی لازمه موجه منال و امر الفی داخل في عمومه وقت کو بعامك ام معنا بكن ذاتا امر في ایجی بكذبن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه لقي رجلا محرما لقاء يكيد احرام ده وعليه ثياب جلي سره فقال له انزع عنك هذا وجلاش خد احرام ده جنابه فقال الرجل اقرأ علي في هذا آية من كتاب الله يقول دليل أشياء آيات تتحق وثياب السر من جبو إحرامه من الضرر به آيات تجمر بيجا قال نعم قبله فقرأها عليه إذا آيات عام وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وفي خنبر عليه الصلاة والسلام جي أمر يكو إنسان إحرام ده جل سر نمينا جبر يقوسي أب دليله ويعيش هم دام كسي ده نه ولا تزاني أبي آيات كنا وقت تهبه ويجي بخوينا وقتنا أبي آيات كنا الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ديس أب ماله هنكي تدايم جوا فقير مهاجر الذين أخرجوا من ديارهم أبيكو جناف وطن خواه هادنا داري خستن وأموالهم جناف مال خواه هادنا داري خستن مال واجدست وهاتيا غصب كرن ويبتغون فضلا من الله در كتن جبونا كو تشتكي اش خدا جبونا معيشتا خواه دنياي دست بخن ورضوانا وجبو راضي بينا خدا الآخرت ويجي كي أدب وينصرون الله أبيكو نصراتا دين خدا ددن ورسوله نصراتا دبن آريكارش بخمر عليه الصلاة والسلام را كوبيرا چن جهاد و آريكار يويد كن أولئك هم الصادقون صادق فعل و بوتن و يقبن أب للفقراء بدل من قوله ذي القربى والمعطوف عليه طبعا ده أو ضم السر معطوفه أو يلنش به بدل جبوا ذي القربى ويكو هاتي ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل بدل فجوه أو ذي القربى يتامى ومسكين أفكنا للفقراء الفقير مهاجر شما أمنايخن بدل فيش فلله وللرسول شمكو جوه در دستت كي بيجي والذي منع الإبدال من الله وللرسول والمعطوف عليهما أو تشتكوا قبولناك أم بخن بدل فيش ولله وللرسول ومعطوف السروابها مانع تشيا إذا دنجمتي؟ لا دنجمتي بلي مانع جبت تشيا وإن كان المعنى لرسول الله يعني تشندا أول ذي القربى قرباي پیغمبر عليه الصلاة والسلام مانع أما دي ساجي أم بجن أم نايخن بدل فيش بالله والرسول ذا مانع المانع أبا والمانع أن الله عز وجل أخرج رسوله من الفقراء وبيغمبر نو فقراء ده نو حسابه أخرج بقوله وينصرون الله ورسوله مانع يعني شنكو أو إندي دبن أوريكارش بيغمبر يعني جات بيجي بيغمبر جي فقيرة ببي أوريكارش خورا شنو معنى خراب وأنه يترفع برسول الله عن التسمية بالفقير يعني مو بيهنك أبناء قبيل كرنجي وأم فينو في دينستر بيغمبر عليه الصلاة والسلام جي يعني تشتموا قبيل ناكي لازم مش بيقاسي بكري وأن الإبدال على ظاهر اللفظ يجي أن إبدال بكن سرف لله وللرسول من خلاف الواجب في تعظيم الله عز وجل تعظيم كرنا خدا ده أبتبه مخالف يعني مخالف وي واجبي هو وقتی شوار كنت خدا جي كي فقير حساب وقت كنت بخي بدل فيش الله يبي أولئك هم الصادقون وجهاده ابن هنيك ابن كو مهاجر وش ديار
مش أموال إخوة هاتنا دري خستن أبن هنيكي أبي صادقا بله إيمان أخوة وجهاد أخوة. بله بس يا سيدي. بس يا زلمة أصابكم الله خير كثيرا ودي خير